كما كأي مصاب بهذا المرض. هناك مرحلة تلقي أولا التشخيص، ومن ثم مرحلة إنكار يمر بها المريض، ومن ثم الحزن مررت بمرحلة من الحزن، ثم بدأت بتقبل الأمر حتى بدأت مرحلة العلاج الكيماوي. نعم. مراحل العلاج، ما هي المرحلة الأقصى التي لن تنسيها أبدا؟ كل مرحلة من مراحل العلاج كانت صعبة محمد. كما ذكرت، دعني أعود إلى النقطة السابقة، بالغرب ربما يتعاملون معه بشكل أسهل مما نتعامل معه نحن في المجتمعات العربية، وأنا جزء بالنهاية من هذه المنظومة العربية. بالبداية لم أتقبل، وكان صعب جدا حتى أن أقبل بالعلاج الكيماوي. ومراحل، تعرف المصاب يمر بمرحلة من سقوط الشعر ومن هذه التفاصيل والهزال والتعب والآلام، كلها مراحل مررت بها. أنا لا تراني اليوم كما كنت، يعني أنا ما كنت بهذا الشكل أبدا، مررت بكل المراحل التي يمكن أن يتخيلها الإنسان، لكن هناك دافع كان وراء شفائي، كان هناك دافع، كان هناك قوة إيمان استمديتها من إيمان وقوة إيمان. إيمان وقوة إيمان. بصراحة هو هذا أحد الدروس اللي تعلمتها محمد، أن الإيمان يصنع المعجزات. كل يعني شيء كان لديك إيمان شديد بأنك قادرة على تجاوز هذه المرحلة؟ كان لدي إيمان بأن الله ما أعطاني هذا المرض إلا إذا كان عارف أنه أنا أستطيع تحمله وسأتجاوزه. هذا الإيمان وهذه الثقة، يعني أهم شيء لدى المصاب بهذا المرض أن يتمسك بالصبر والإيمان، وأن يثق بالله، يثق برحمة الله، بأنه السرطان كان بالنسبة لي حجر عثرة، سأقفز عنه، سأتجاوزه، وسأعود إلى حياتي الطبيعية. هكذا تعاملت أنا مع يعني لم تراودك في أي فترة مرحلة يأس، أو أنك على خطوة قريبة من الموت، واجهتي فكرة الموت والاستعداد للموت؟ يعني الموت قريب من الإنسان العادي، أيقنت ذلك هذه الحقيقة لاحقا، لكن نحن لا نفكر بالموت. لكن عندما تصاب بمرض بهذه الخطورة، رغم أنه السرطان بالأمس ليس كالسرطان اليوم ولن يكون كالسرطان غدا. السرطان اليوم ليس بالخطورة التي كان عليها قبل أعوام قليلة فقط. السرطان مرض يعالج، يشفى منه المريض، وهناك نسب شفاء عالية جدا تفوق 90%، على شرط اكتشافه مبكر. أنت حالتك كانت مبكرة ممكن القول؟ حالتي لم تكن مبكرة ولم تكن متأخرة، فكان هناك مراحل من العلاج التي مررت بها لأن أصل لما وصلت إليه اليوم. أشرت إلى يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بعد الإيمان بالله، ما هي مصادر القوة التي جعلتك قادرة على أن تكون معنوياتك مرتفعة وأن تحاولي قدر الإمكان التصدي بشجاعة لهذا المرض؟ يقال بأن العلاج النفسي هو نصف العلاج، وأنا كنت محظوظة للأمانة بوجود حلقة دعم واسعة حولي، من الأهل، من الأصدقاء، من الزملاء، وإدارة المؤسسة. الدور الذي لعبته معي، الدعم النفسي، رفع من معنوياتي، وكان له دور كبير في شفائي. بالطبع أهلي لعبوا الدور الأول، زوجي لعب الدور الأول، هذا الزوج الذي ترك حياته وترك عمله على مدى 2.5 سنين، وجلس فقط. كان يعمل في لندن وترك كان يعمل بلندن وترك عمله وجلس إلى جانبي على مدى 2.5 سنين. كنت في مدينة هيوستن؟ كنت في هيوستن تكساس الأمريكية، نعم. بالإضافة إلى أولادي لعبوا دور رئيسي، تبادلنا الأدوار، أنا وولدي لعبوا هم دور الأم الراعية، وأنا دور المحتاجة لرعايتهم. والدي اللي قطعوا كل المسافة إلى قارة ثانية لا يخدموني بعيونهم مش بإيديهم. أخواتي، أولاد أخواتي، أنا عندي ابن أخت
كتب لي رسالة، تأثر جدا بقصتي وكان معي في أيام التشخيص الأولى. كتب لي رسالة، الرسالة لحنت، والآن أصبحت أغنية ريعها يعود إلى مرضى السرطان. يعني قصيدة تقريبا، يعني قصيدة لحنها هو لحنها، هو لحنها، وأصبحت مشروع جمعية خيرية. والآن كل بيع هذه الأغنية يعود إلى مرضى السرطان. يعني هكذا كل فرد من عائلتي تأثر بهذه كانت بمثابة حالة استنفار بالعائلة، كانت بمثابة حالة طوارئ بالعائلة، تغيرت كل أولويات الأسرة. فكل هذه الأمور دعمتني نفسيا ورفعت من معنوياتي. هناك الكثير أيضا من زملاء قطعوا كل المسافة حتى يزوروني لبضع ساعات فقط. ليلى، فيروز، غادة، الجميع أكن لهم كل المحبة، وأشكر كل فرد يعني الذي ذكرت اسمه واللي لم أذكر اسمه، لأنه كانوا سبب بإعطاء الأمل، والأمل أعطاني الإرادة والعزيمة، والعزيمة والإرادة أعطتني الحياة. فشكرا لأنكم منحتوني الحياة.